بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال، فيديوهاتنا بتعجبكم وتنور ده. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. طبعا هتقول رايحين فين كده يا حبيبه؟ بتورينا الاكل ده ليه يا حبيبه؟ عملتوا الاكل من قبل ما تورونا بتعملوه ازاي وكده. طبعا احنا معانا هنا بقى جبنه اهيت من خير بيتك، تودي للأنفار، ما تستخسريش فيهم أي حاجة. معانا هنا قشطة، وعملنا معمر بالقشطة، وبطاطس في الفرن، هي في الفرن بس احنا حطيناها ومعانا مخلل وخيار وطماطم و جرجير وفجل. طبعا يا حبايبنا، طبعا ده اكل انفارنا، وما تستخسروش في الانفار اي حاجه، اعتبري نفسك مكان الراجل اللي بيشتغل في الارض. طبعا لازم تعملي له اكل. فما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. اسيبكم تكملوا الفيديو كله وتشوفوا ايه اللي حصل لنا في الفيديو، وربنا يعوض علينا. وهنا بقى يا حبايبي دلوقتي بتقولوا انتوا رايحين فين رايحين فين، ووريتونا الاكل دول رايحين فين. عندنا انفار يا حبايبي، والارض ما جابتش بطاطس. والله واحنا زعلانين والله، بس قدر الله ما شاء فعل. فقاعدين تقولوا رايحين فين رايحين فين، فالارض ما جابتش بطاطس، فعوضنا ربنا فيه يا عمو. هيموتني. ها ها يا حاج، لا الاضاءة كده احلى. زي ما انتوا شايفين الارض دي احنا خلعناها، في ارض كمان اللي هناك دي اللي فيها ناس احنا مخلعينها برضه اهي. طبعا احنا خلصنا الارض دي ورحنا الارض اللي هناك دي، وطبعا الارض هنستعوض ربنا بقى فيها، ما طلعش فيها بطاطس كتير بس يلا. فرحنا على الارض التانية، احنا قلنا نخلع الاتنين مع بعض. احنا عملوك والله يوم كامل لتخليع البطاطس، من اول ما يجوا يعملوا بالمكنة لحد ما نخلص خالص. فزي ما انتوا شايفين الارض اهي. طبعا ده اراضي جنبنا برضو لسه ما اتخلعتش، وفي اراضي هتتخلع يعني يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهي. اه فطبعا حبينا بس نوريلكم يومنا بيبقى عامل ازاي، بنودي اكل الى الانفار. احنا لسه هنكمل لكم فيديو مع ده، معرفناش نصور لكم كتير لان الانفار وكده، فمعرفناش والله نصور لكم كتير. كان نفسنا نصور لكم اكتر من كده بس معرفناش. هنشوف بقى اهوت وهنخلص كده بقى يا حبايبنا. احنا جينا من الغيط وفطرنا وخلصنا بطاطس و... ونبقى ايه نعمل ايه دلوقتي؟ نغسل في الوعي بقى ايه. فهنا وعي برضه شيء غسل شويه بالوعي، وشيء ساب لي بقى الوعي اللي هي ايه، اللي مطرح المعمر، لان ايه بس هو شويه. فالجلد ده طري، الجلد اللي هو طالع الايام دي طري شويه. فانا اللي ايه همسك كده اشوف الوعي اللي مطرح المعمر ده انا هنضفها ولا ايه. فاحنا بقى زمان يا حبايبي الوقت شوف سبحان الله، عارفين ميه سخنه ميه ساقعه في البيوت. احنا كنا الاول واحنا عيال صغيرين كده كنا بنروح فين؟ كان في ترع عندنا كده ايه، كانت الناس الاول بتاخد الوعي ديت تغسلها في الوعي، وكانت الميه بتبقى نظيفه وحلوه. ولا كان ميه من البيوت بتاع الحنفيه، ولا الوقت ميه ساقعه. يعني احنا عدنا في نعمه، الوقت الناس في نعمه سبحان الله. فربنا يعني ربنا يعني جاب كل حاجه، بس ربنا يدي الناس الصحه الاول. يعني كل حاجه على السهل. يعني احنا شوف الوقت نجيب الحنفيه كده نجيب ميه سخنه، نجيبها كده نجيب ميه ساقعه. الوقت كانت الناس الاول بتروح بقى اللي كانت الناس بتاخد الهدوم والبتاع الوعي بتاعتهم، ويقعدوا بقى ايه وياخدوا الصابونه الابيض دي كانت بتقعد تصب، تقوم واخده كل حاجه الوعي
تصبينه كله على الترعه اللي هي الترعه بتاع زمان، شغل زمان يعني. فسبحان الله ربنا جعل كل حاجه دلوقتي، بس ما عادش صحه عند الناس. فربنا يديكم الصحه جميعا ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يعود. كده بقى هنشطب المطبخ بتاعنا ونغسل البوتاجاز ونخلص اللي ورانا. ولو ان احنا ما بنقعدش يعني الناس الفلاحين دول بيطلعوا من هنا يعملوا هنا، فربنا يديكم الصحة جميعا ويديها لنا يا رب. ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يا رب. ونمسك المعلق بتاع المعالق بتاعتنا نغسلها، ونيجي بقى على الايه؟ على بتاع الألمونيا بتاعتنا دي بتبقى عاوزة قوة شوية تتغسل عشان تنطق تبقى نطلع منها الزرق، ونشوف احنا هنطلع منها الزرق ولا مش مطلعين. بسرعة بسرعة. كده هنخلص المعالق اهوت ونبدأ بقى ايه؟ شطف. ملك الحب. كده بقى يا حبايبي ايه، هنبدا بقى ايه بالالمونيا بتاعتنا. ما اشوف الالمونيا ايه الحله ديت هتنضف ولا مش نضفانه اهو. هنمسكها بقى ندعكها قوي كده اهو بالصابونه. انا ما بعرفش اغسل بالصابون السائل دي الالمونيا اللي هي البلد ديت، ما بع... يعني الصابون السائل للزياده بس، لكن هو دي الصابونه دي هي اللي بتشيل اي زرق في حلل الالمونيا، في اي الومنيا يعني اهي. شوف الخلمونه بقى ايه، انا طول عمري يا جماعه هنا بغسل الالمونيا ديت يعني بالنهار. انا كنت هنا في العيله ما شاء الله يعني ربنا يخليهم جميعا. فالحمد لله الصبر حلو والله يا جماعه. يعني انا نشيني طول عمري بغسل الوعي وبغسل وبعمل كل حاجه وبسرح واروح، فالصبر حلو. يعني الانسان اللي بيتعب دي برضه ربنا بيجازيه، ربنا بيديله كل حاجه. الحمد لله انا بحمد ربنا كل دقيقه وكل ثانيه على النعمه اللي ربنا اداها لنا. فربنا يرزقكم جميعا ويصلح حالكم ويديكم الصحه. اهم حاجه الصحه لان الانسان من غير صحه ما يسواش حاجه، وربنا يشفي كل مريض يا رب. هنزيد عليها تاني لان بقى لسه ايه، لسه ما اتعملتش ايه. هنا برضه دي الحله دي اللي كانت ايه ظهر بطاطس بتاع الانفار، فهننزل منها الزياده الاول كده وبعدين ايه الميه سخنه. ودي برضه الحله اهي كده بقى هنخربط احنا كده هنخربط في الحلل. كفهم يصفوا مع المي. حبايبنا حلوين عاملين ايه كل غرفة تعبانين وضع. بقى نخش على ايه، على الوحل
على اللواحي بقى بتاع المعمر، هي دي اللي ايه صعبة شوية في الغسيل بتاعها. بس انا كنت نقعهم في مية سخنة، يعني حطيتهم على البوتاجاز ووصل لهم الأول، وبعد كده بقى ايه عشان يبقوا سهلين في سهل التنظيف. كده بقى الوعي بتاعتنا اهي هنسيبها ايه اهي، هنسيبها تعمل المية. نجيب بقى ايه المية دي مطرح معمر اهو، والتاني برضو ايه عاملاه في مية سخنة اهوت. امسكه برضو بالمعلقة كده ننضفه ونوضبه. ما يكون مطرح المعمر بالذات المية السخنة بتنضفه، او بتنقع في مية سخنة شوية. بس انا كنت حاطاه على البوتاجاز يعني بالمية، قامت المية مش منضفاها اهي. الثاني نضف اهو اهو. عشان لو في انفار مثلا تاني يوم يبقى اللحوم نضيف برضه جاهز للرغبة التاني فيه اهو. نضف اهو نغير السلك ولا ايه؟ الله عليك يا بنتي يا حاجة منى. الله عليك يا بنت يا حاجة. يا بنتي يا حاجة منى، ايه رأيك؟ يا واد يا بنت على رجلي. وبعدين تقولوا ايه سر لمعان الألموني؟ ها؟ سر لمعان الألموني. ما هو سر اللمعان الألمونيا اللي أنا يعني إيه بغسلها بقى يعني بجدعنة كده، مش بغسل مثلا. أنا ممكن أعملها كده أهو أي حاجة يلا نضف. لا لازم الحاج، ما هو الزرع دي لازم يطلع من بتاع الوعي بتاع هي أحلى حاجة في الألمونيا اللي هي البلد دي، هي اللي إيه يعني لما تغسلها بالسلكة بتنضف. أيوة مش وحشة يعني. شوفي اهو الفوق ده بتاع الفرح بتاعي، ممكن يجيبوا له ابيال بيه. اي والله انا ممكن ايه يعني الحاجه بتبقى ابقى من البني ادم. دي اللوحه وديت اهو، وده برضه اهوت. احنا برضه هنا هنسيبهم يصفوا كمان، وهنا برضو حطيت دول يتنقعوا. وهنا برضه هي اللي اهي، وده برضه اهي. وهنا معانا هنا برضو البوتاجاز رشناه. هنسيبه بقى ياخد ويدي. هسيبها بقى لما تعمل ونرجع لكم ونرجع تاني. برضه اهوت رخر عشان يبقى اليوم ايه كله شغل ايه بتاع اكل الانفار ووعي بتاع والمواعين بقى بتاع الانفار وشغل بقى ايه يعني. احنا تعرف ان انا صاحيه من الساعه كام؟ انا صاحيه من الساعه كام يا ربي؟ انا صاحيه من الساعه 2، الساعه 2 بالليل. فعشان يعني ايه لان البطاطس ما فيهاش بطاطس كتير، فالانفار ما بتغيبش، فالحمد لله يعني. فكل واحد بيقول له الحمد لله، وربنا يرزق كل من كان. فيعني البتاع البطاطس الشتوي ما بتبقاش زي الصيف، يعني الانفار بتبقى بسرعه كده فيها، لان بيبقى الرزق بتاعها بيبقى قليل شويه. فكده بقى احنا هنمسك دول برضو ننقعهم هنا برضو بميه سخنه. بس انا عملت دول ايه عشان الكوش ايه تنشف، احنا لما نيجي نولعهم وهم طريين كده مش هيولعوا. فبرضو هننضف الرخام اهو. فاليوم بتاعنا ونفطر بقى ونيجي بقى اخر حاجه البوتاجاز بقى يا حبايبي. بقى اليوم كان كله إرهاب. يعني الايد دي فيها بركه، بتعمل كل حاجه. فالحمد لله ربنا يديني الصحه يا رب، ولا نيت اشتغل لما لاخر نفس. فالحمد لله يعني بيقولوا الرزق بيحب الخفيه، لازم نشتغل وما فيش حاجه بتتعمل لوحدها. فانا قمت برضه عملت ايه،
عملت بطاطس، وعملت برضو ايه صينيتين المعمر اللي انا عاملاهم دول. فكل حاجه برضو الحمد لله يعني. فاللي بياكل شغال بينوم ثواب جامد. انا ايه هننقع دول برضو ميه سخنه كده، وهنرش عليهم برضو بتاع هنا للدهون. ولو انه وقف صوابعي اهوت المفروض البس جواندي فيه. فاحنا برضو هنعملهم كده برضو ايه، نحط عليهم ميه سخنه ونسيبهم برضو لغايه ما يتعملوا ونرشهم. فكده بقى ايه، نشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد. وبحبكم والله يا حبايبي، وحشني وحشني. احنا اصلا النت بتاعنا بايظ، فاحنا كل يومين او كل 3 ايام بنزلكوا فيديو. بننزلكوا فيديو حاجه على الهادي كده. يعني ايه، على ما نجيب نغير اللوتر، لان هو اللوتر ما نعرفش هو العيب منه ولا هو النت اللي بايظ. فاحنا كده بقى يا حبايبي، باي باي. وبحبكم بحبكم من كل قلب، وبتوحشونا جدا. واللي بيقول كلمة حلوة في حق منى ففي عينيا الاتنين، وبحبكم من كل قلبي والله. فباي باي يا حبايبي.